وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وقوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. فمعنى الكلمتين أن المحسن إذا أحسن إلى الطبقات الكادحة عن طريق الإنفاق الفردي أو الإنفاق الجماعي أو وضع نظام يؤمن الحياة السعيدة للطبقات الكادحة، بذلك يشركهم في تحمل المسؤولية وفي رفع مستوى الحياة الاجتماعية، فيتمتع الجميع بهذا المستوى ويكون خير للمحسن وللمحسن إليه، يوفى إليه الخير كما يوفى إلى الآخرين. ومن جانب آخر امتناعه من هذا الإحسان يجعل العقدة نامية في نفوس الكادحين، فيبعدهم أولا عن المشاركة في رفع حياة المجتمع، وبذلك يشارك في إبقاء مستوى المجتمع نازلا، فيخسر هو قبل أن يخسر الآخرين. ثم إبعاده عن الآخرين في المشاركة يلقيهم في العقد النفسية وفي الأمراض التي تنتج عن الفقر، والأمراض النفسية والمادية التي تحصل نتيجة للضعف والكدح والفقر لا تبقى مقتصرة على أولاد الفقراء، بل تسري وتعتدي إلى جميع أبناء المجتمع، فيعود الضرر إلى الجميع. والعقد النفسية المتراكمة في الطبقات الكادحة النابعة عن الظلم الاجتماعي تؤدي إلى الأحقاد وإلى تراكم الأحقاد وإلى التذمر، وبالتالي إلى الثورة والانفجار من الداخل، فيعرض المجتمع والإنسان الذي امتنع عن الإحسان إلى التهلكة. فقوله تعالى أنفقوا في سبيل الله نتيجته الطبيعية أن عدم الإنفاق إلقاء للنفس في التهلكة، وهذا هو المفهوم من الآية الكريمة. ونتيجة الآية الكريمة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالامتناع عن الإنفاق يؤدي إلى الظلم الاجتماعي الذي يعود إلى الممتنع عن الإحسان قبل أن يعود إلى من امتنع عن الإحسان إليه، كما أن إلقاءه في التهلكة هو نتيجة طبيعية من الامتناع عن الإحسان، لأنه يعرض المجتمع للتهلكة. هذا المفهوم من الإنفاق أن الإنفاق يرفع مستوى الحياة الاجتماعية ويعمم الخير ومشاعر الخير، والامتناع عنه يعرض المجتمع للظلم والتهلكة الاجتماعية والعقد والأمراض، هو مفهوم آخر ما عدا جزاء الله في الآخرة. ونحن نعتقد كما يؤكد لنا القرآن الكريم أن جزاء الله خير وأبقى وما عند الله أوفى. فالإحسان إلى المتعبين بالصورة الفردية وبالصورة الجماعية له نتائج في هذه الحياة إلى جانب نتائجه في تلك الحياة وفي الحياة الآخرة.